تحياتي، معكم محمد يسر من قناة الشرق العربي. الحقيقة شاهدت التعليق، حبيت أشاركه معكم على الفيديو تبع امبارحة اللي حكينا فيه عن العنصرية التركية العثمانية البغيضة. كاتب صاحب التعليق بالحرف الواحد: أنا عربي سوري ولكن رح نقاوم مثل إخواننا الكرد من جبال قنديل. هذا تعليق واحد عربي مثلي كاتب هذا التعليق. نحن ما بدنا نفتح دفاتر قديمة، بس بدنا نوضح شغلة. ألسنة الكرد اخوتنا دابت، وهن عم بقولوا لكم هدول جماعة عنصريين بغيضين يكرهون العرب ويكرهون الكرد. نحن العرب بح صوتنا ونحن عم نقول لكم هذا الكلام كله غير صحيح. هدول جماعة عم بيستغلونا، وهدول يكرهونا كره العمى لنا نحن العرب للأخوة الكرد. صدقتوا هذا الكلام الآن؟ شفتوه بعيونكم؟ اليوم هذا الكلام واحد عم بعلقه، هذا شيء خطير، ما تفكروا شيء سهل. اليوم هذا نتيجة طبيعية للعنصرية التي تمارسها تركيا ضد الأخوة العرب، ضدنا العرب نحن وضد الأخوة الكرد. مشان كل الناس تعرف الناس وين تتوجه للمقاومة. أمر طبيعي. ليش؟ اليوم متحالف هدول العثمانيين اللي باعونا الشعارات الفارغة مع مين؟ مع الإيرانيين العنصريين البغيضين هن الثانيين. مع مين؟ مع روسيا راجعين لعند بشار، بين إجرام بشار وبين العنصرية التركية والعنصرية الإيرانية. للأسف الشديد الجماعات الإسلامية يلي عبيعونا لهون ولهون، وليس لهم ولاء لأحد إلا لجماعاتهم وطوائفهم. إيش تتوقعوا من الشعب السوري؟ إيش تتوقعوا من الأخوة الكرد ومننا نحن العرب؟ الناس بدها تروح على المقاومة. اليوم وين يروحوا على المقاومة؟ قدامهم التجربة تبع أخوتنا الكرد، صح ولا لا؟ هذا اليوم التعليق خطير. اليوم صارت الناس توعى، اليوم صارت الناس تصدق انه هدول مجرمين، هدول قتلة، هدول عنصريين، هدول متحالفين ضد الكرد وضد العرب. والدليل تحالفهم مع مين؟ مع نظام بشار المجرم صاحب البراميل، وروسيا المجرمة تبع بوتين، والإيرانيين. صح الكلام ولا كذب؟ معلن. وهلا بده يجتمعوا تبع وزارات الخارجية طبعا، صحيح ولا لا؟ ولسه بيركين عم بيعونا شعارات فارغة والثورة مستمرة. وبيرك منين عم تحكي لي؟ من تركيا؟ ما بتستحي على وجهك يا تبع الثورة مستمرة؟ روح لأشوف، كلمني أردوغان، قل له غصب عنك يا أردوغان الثورة هي مستمرة غصب عن أردوغان، بس مو عن جماعة يلي بتركيا. تحياتنا، كان معكم محمد يسر من قناة الشرق العربي.